خلال جولة ميدانية إلى مشروع ماء كركوك الموحد، الحكومة المحلية تعلن إنجاز أعمال التطوير والتوسعة لهذا المشروع الذي يغذي مركز المدينة بالماء الصالح للشرب. إكمال المرحلة الثانية لمشروع ماء الموحد كركوك أو مشروع كيوان ماء كيوان، وأيضا تطوير وصيانة المرحلة الأولى كذلك. هذه المشروعين اللي تم إكمالهم لا راح يكون له جدوى وراح يكون له أثر لتوفير مياه الشرب لمواطنين وأهل في هذه المحافظة. الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية تبلغ 12,000 متر مكعب في الساعة، تضخ إلى جانبي مركز المدينة الصغير والكبير بعد أن تصفى المياه وتعقم في هذه الأحواض. في مرحلة ثانية من مشروع ماء كركوك الموحد بطاقة 12,000 متر مكعب. المرحلة الأولى أيضا صار به تطوير وتحديث وصيانة بعض أجزاء من قبل إدارة محافظة كركوك. حاليا المشروعين يعملون بكل طاقتهم الإنتاجية. هذا وتبلغ الطاقة الكلية لمشروع ماء كركوك الموحد 28,000 متر مكعب في الساعة، تصل إلى المواطنين ما بين يوم وآخر. مع توسعة مشروع ماء كركوك الموحد وتطويره، مديرية الماء في المحافظة تدعو المواطنين إلى الترشيد بالاستهلاك وعدم التبذير. من كركوك محمد صغير، العراقية الإخبارية.